السلام عليكم، مرحبا بكم عند أم خشوع ومرحبا بيا عندكم. راني وليت لكم بوصفات من الغرب الجزائري اللي قالوا لي ولي اليوتيوب. راني وليت بعد غياب تاع عام ولا عامين، نقولكم اسمحوا لي. وراني وليت نقولوا لي الوصفات اللي راكم مهتمين بها من الغرب الجزائري، الأطباق، الطواجن، الحراير. قولوا لي واش خاصكم ندير لحباباتي، مكاش مشكل. اليوم جيتكم بواحد الوصفة نتاع البركوكس. شنقول لكم؟ يا حسل حسل حسل. هاد البركوكس كي نقول لكم اكستراوردينار يعني. البركوكس اللي درته اليوم طبق غير عادي. اني نقول لكم من تاكلوه تكملوا طبسيكم وتزيدوا تدوموندو. علاش؟ باسكو فيه واحد الاسرار، واحد لي تخيك لازم ديريهم. ما تقولي لي لا لحم لا فيونداشي لا والو، كاين صوالح اللي قديريهم باش يجي بنين باسهل الطرق. اروحي معايا نقول لك. البركوكس هذا لازم له هاد لي زيبيس اللي كتشوفوا فيهم مسكن شبيش فلفل حمراء، حرور، كركم وطماطيس. درت النجمه وشويه فلاكوكوت نتاعي. درت الدجاج، غادي نعاود معكم المقادير باسكو الفيديو قصير. درت الدجاج اللي عندي، البصل، الثوم، الخضره كما راكم تشوفوا، زروديه حبه، لفت وحبه كابويا، الطماطيس بزاف، زوج حبات ولا ثلاثه، شويه فول منقي ومغسول. هادو هما لي زيبيس اللي درتهم مع راس الحانوت نتاع البركوكس. كانت عندي قبضه تاع قزبر، درت معاها شويه كرفس، غسلتهم، قلعت الفوقاني من بعد نخليه للوجه، والتحتاني مع الكرفس رميته دروك بلا تقليه بلا والو. اروح نقول لك هذاك اللي قلعتيه من الفوق. بون هنا البركوكس كنت شمخته نقيته وخليته ينشف. هذاك قزبر زريعه طحناه، والقزبر اللي نحيته من فوق الحشيش درته تما معته مع راس الحانوت باش نميكسيه ونخليه للوجه. اروح نقول لكم التعمير شافيه. التعمير فيه شويه فيونداشي، شويه سميد مقلي، حبه بيض، و هادوك هذيك الخلطه اللي ميكسيتها بالبغا نزيدها فيه. هذا مكان شويه ملح. هذيك الخلطه باش نفهمكم، في هذيك الخلطه هي الاساس صح. فيها القزبر قلت لكم الفوقاني اللي قلعتو، فيها الثوم، فيها لي زيبيس، ونديروها في التعمير تاعنا ونديرو ديبوده نورمال بالسيلوفان، ومن بعد في الالومنيوم، من بعد ترميها في الماء نتاعك، تكوني دايره قدره وحدها بالماء اللي تفوري فوقها البركوكس. البركوكس هنا فورته فوق القدره اللي فيها الماء والتعمير. خليت شويه من الخلطه اللي قلت لكم عليها اللي فيها القزبر، الثوم وليزيبيس. هذه هي لاستيس باش البركوكس يجيكم بنين، يجيكم روعة. يا ودي تاكلي هكذا بلا مرقة ويجي بنين. شوفي، أنا خليت شوية للوجه. هنا المرقة تاعي هذيك اللي شتوها قبيلة كانت طابت، صفيتها وخرت الدجاج والاخر خليته في طاوة مليح، واللي بقى رحيته بشوية ماء ورميت فيه البركوكس اللي كنت ديجا فورته خضرة، ورميته هنايا في المرقة اللي قلعت منها الوجه والدجاج نتاعو. فات كونت هذه هي القصعة نتاع البركوكس اللي بنينة 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 بنينة. بون هذاك الوجه تاع اللي قلعناه وزدنا له لي زيبيس اللي ميكسي. شوفوا واحد الريحة تطلق في الدار متأمنوش. هذا راس الحانوت والفليو. الفليو نشريه ونيبسه ونطحناه لروحي. فليو يجي كيما النعناع، تغسليه تنشفيه تيبسيه وتطحنيه وبالصحة وهنا. ومن بعد رحنا ضربنا طلة جي جوايه كناستال وين ما جوايه اللي نسكن انا فيهم دايما كل يوم. واللي يعرف ام خشوع راه معايا كل يوم كوتيديانمون يشوف وهران. هذه لو 9 سبتمبر كانت واحد الغيام. شوفوا صباح واحد الغيام ما تشوفوش. ابخي عاد هود. ومرحبا بكم في قناة ام خشوع.
ما تنسوش اني قرا في لي كومونتير تاعكم، قولوا لي واش حابين ندير لكم كوم غوسيت. واللي بغات تشوف معايا كل يوم اجواء وهران ولامبيونس تاع وهران، ابوني معايا، كل يوم كاين جديد. مرحبا بك حبيبتي، مع السلامة.